مش يعني عيب الناس تشوف ان انا بزعل الراجل. جبت لها راجل. ايه براجل دي؟ لا ثانيه واحده، يعني ايه راجل؟ يعني ايه بزعق لراجل يعني؟ بداتي؟ طب هي دلوقتي بتقولي بزعق لراجل، ايه الحوار ده؟ احنا هتبقى وحشه قوي لو في عربيه او حد عدى كده ولاني بزعق لزبرته. يعني الحاجات دي شايف بتاع طلباتنا معانا. طلبات احنا في الصحراء. احنا دلوقتي في الصحراء خلاص، صحراء العبور. احنا هنضحك. طب ابتدي سيزون 2 يلا كات ستارت. ما خلاص سيزون 2 ممكن نعمل 1 2 3 2 نعمل 1 2 3 2 كده. اعمل ايه يعني؟ 2 علامة النصر. ايه؟ يلا يا عم بقى. يلا 1 2 هتعمل معايا. ايوه مش هتعمل 1 2 2 يعني هتحطي تيت؟ مش هتحطي تيت ها؟ مش هحطها. طيب ماشي. مش هحطها اصلا. يا لهوي. ردي بقى، ردي على الكاميرا مان. حاسه ان هي طب يا جماعه بما ما بعرفش ارد استنى بس، على خلاص بس نبتدي بس الاول نرحب بالناس ونقول لهم الحمد لله على السلامه يا جماعه. لسه مكتشف حاجه. ايه؟ انت لابس نفس لون التيشيرت بتاع روان. انت كنت ممكن تقعد في النص على اساس ان انت يعني ايه ده؟ بس انت عندك كام الوان؟ جزمتي تيشيرت روان مش مهم. انت عندك كام الوان والله؟ بصراحه. تمام هو بجد؟ ما اعرفش هو لا انت بتحور والله انت عندي بس هو ده مش ده. يا عم كنتش ده بخايش في ده البيربل. بيربل. امال ده ايه؟ ده بيربل بس فتح يعني قلب على لا الفوشيا. طالما قلت بيربل مش هشيل البس. يلا بينا اصلا. طيب موضوع حلقه النهارده عن الالوان. شايف ان احنا نبدا الالوان في الصحراء بتختلف جدا يا جماعه. الالوان في عين خضيره. طيب يا جماعه بس ثانيه واحده بس نعرف الناس اللي مش عارفانا بينا. يلا بينا. احنا الاول عايزين نرحب بالناس في سيزون 2 من بودكاست السفر اللي هو احنا سميناه بودكاست السفر خلاص. ايوه عدى سيزون كامل وما كناش عارفين نسميه ايه بس سميناه خلاص. كويس. احنا مسميين اول يوم عادي. عايز اقول ان في ناس بجد يعني ده انا وروان لما كنا قاعدين بنجهز للسيزون ده في ناس كتير احنا اتكلمنا معاها وبتاع وخدنا رايها وناس كتير قوي قعدت تقول لا رجعوا البودكاست واحنا عايزين يعني كان ظريف وبنسمع منه حاجات خلص يا زبرت انت بتتكلم كتير قوي والله العظيم. ما هم من ضمن الحاجات اللي قالوا لي اتكلم اكتر من روان علشان روان ده ما اظنش ما حدش قال كده يا محورات. بجد؟ طيب المهم طب هنعرف نفسنا. انا سبرتو كامبر بس كده. اتفضلي. لا نعرف خضير الاول. لا خضير الضيف ده اللي هنعمل عليه البوم بقى الفاير وورك. اوكي روان الجندي كامبر ما اعرفش. ليلى تعالي اطلعي معانا بنعرفك. يا لهوي كارهة الاضواء. انت ايه اللفه دي كلها؟ هو انت ليه مكسوفه؟ ليلى جايه من بعيد قوي. ليلى شكرا يا ليلى اتفضلي ارجعي. طيب احلى حاجه بادين بيها سيزون 2. لا والله كتير يا زلمه. طب اكمل بس. ماشي خلاص. الديكور الجديد اللي انت حلوه منك عجبتني. انا فكرت هطبل له لا الديكور الجديد طبعا. عايزكم تقولوا لي ايه رايكم في الديكور الجديد. ماشي. ومن ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نركز فيها الناس قالوها لنا. أيوة. صراحه مش عايزين نتكلم في نفس واحد علشان صوتنا ما بيبقى مغطي على بعض. خلاص فاسكتي بقى وخلينا انا وخضير يا شباب. المسامح كريم. بقول لك يا هم مش نسمي البودكاست المسامح كريم. طيب خضير. لا دي كويسه. عرف نفسك خضير. انت مين انا خضير. اسمك ايه بقى؟ عجبتني فكره كامبر. ممكن تقول لك اسمك. انا ما اعرفش. انا والله العظيم مش عارفه. طب بجد لو انت لا هو خضير خلاص. لا ما انا عايزه اعرف بقى الفيرست نيم عشان انا بجد اسمه محمد محمود. محمد هو ده انت قلت فيرست نيم بس هو محمد خضير. الحمد لله. باباك اسمه محمود؟ لا انا سامع اكيد. هو ايه اللي هو لازم يبقى محمد يبقى بابا؟ خلاص يا جماعه محمد خضير. طيب إيه بجد والله لو انت يعني انا مثلا اخترت ان انا من ضمن الحاجات الكتير اللي عندي اقول كامبر انت تقول ايه بقى؟ حاجه واحده بس. ما هو انا لو انت تعرفني كويس يا بيرتو على هو الوحيد اللي بيقول لي بيرتو بحبها بحسها في سبيشال بوند. خش اتفضل. البايو بتاعتي دايما بحب اقول اجاك اوف اول تريدز. لا ترجم بالله عليك بقى. نرد يعني. هو نرد يعني. هو طب انا عارفك من زمان عامه. هو خضير هو اغرب نرد شفته في حياتي. دي حقيقه ما يبانش والله عليه نرد اصلا. غريب جدا والله. اقول لك حاجه الوحيد اللي بيقول نكت هو اقسم بالله ما بفهمها
وبخش اسيرش عليها يعني نكت انا علميه. فاكر الفقره دي في حياتي صح؟ فعلا جالي فيدباك كتير والله وقلت خلاص يا شباب اللي عايز نكت يبعت لي على الخاص هبعت له نكت علميه على الخاص. يعني اللي يشوف خضير كجسمانيا ما يقولش ان هو هذا الشخص خالص. بتجيلي الموضوع ده كتير مش عارف ليه الناس بتجادج البوك باي اتس كفر. انت ليه الموضوع؟ انت الناس حاطه عليك. طب يا جماعه ما حدش يقول له الكلام ده. خضير زعلان. انا عادي شخص يا جماعه طيب جدا جميل الحمد لله يعني. مفيش حد طيب بيقول عن نفسه طيب. صح؟ لا بس هو طيب فعلا. بس هو طيب فعلا. والله. بس مش عارف ليه الناس بتحصرني في وبعدين لعيب كوره تقيل. الناس بتحصرني قوي. في لا وبيعلم على اليابانيين. أيوة. بشوف الستوريز رفعت بتاعته. الكاس. فرهود يا لهوي على فرهود بس. يلا نحرق دي كلمة. حقيقة. يلا نحرق كالوريز. بصراحة يا خضير انت واحد من يعني يو انسباير مي في حوار والله العظيم بجد. لا ده بجد انسباير لا. لوت على فكرة. يعني بجد عارف في كام واحد في بوصلة بيقول انا نفسي ابقى زي خضير. ايه ده اقسم بالله كتير موت. والله وانا واحدة منهم. احنا انا 50% منهم. لا ده بجد ده فعلا ده يعني سبرته بقى مش عايز هو يعني هو مكتفي. لا بص سبرته بقى عظمة. وانا زمان كنت في ما شبه بوصله كنت بقول انا نفسي ابقى زي سبرتو لما اكبر. حاسبك. لا تمام. طب كويس بقى شفتوا بقى لما انا حطيت الطوبة. ايه بقى؟ كانت هتقع على الراس. لا كانت هتقلها بالظبط كده زمان واحد على راسها. هي اصلا ليلى ما كانتش خايفه على ليلى كانت خايفه على اللابتوب. طيب احنا ليه هنتكلم في ايه النهارده يا خضير؟ اللي انت عايزه. هو انا عندي حاجات اقولها بس هل انت عندك يعني انا لما قلت لك يا خضير انا عايزك تطلع معايا ايه في ايه؟ خلاص قول. احنا مظبطين هنتكلم في ايه مع خضير؟ لا والله العظيم مظبطين وقعدنا نطلع افكار ونحزق. طب ثانيه ايه؟ وليلى بتقع. طب ايه؟ كويس يا ليلى. اللي يشوف كده يقول بقى الوزن بقى خلاص. ايه بقى؟ ايه كنا هنتكلم في ايه؟ في خضير مع خضير؟ في خضير؟ هنتكلم ايه في خضير؟ ايه الاغرب من الاماكن اللي هو سافرها؟ الموضوع كرنج قوي. اوه فريدي هو عايز حاجه ثانيه. انت اللي مطلع السؤال. أيوة. سبرتو انا عايز اللي انت عايزه يا سبرتو. طيب عيب والله. خلينا انا حاسه نسال بجد سؤال. ان انا ماليش مكان هنا عمالين يطبلوا لبعض رايح جاي كده. روان انت مش ملاحظه ان اي ضيف بيجي معانا بيحفل عليا. بيعمل كده والله العظيم. أنا ما حتى حفلتش بهاء لما عليك. كان معانا كان بيعمل انا ما حفلتش عليكي لسه والله. نوت يت. حصل بس انا حاسه ان انا لفت اوت. لا خلاص. ما بس تحسيش ليلى كده. جاية. هنشمل مستني التطبيل طيب. لكل الناس. طيب استنى. بص استنى يا في الصحراء. خضير بص يا استاذ خضير استنى. خليني اقول للناس حاجه كويس. خضير من الحاجات اللي هو بيعملها هو جيك جدا وبصراحه انا بحب دماغه. هو ذكي جدا كويس. حصل. وما شاء الله ما شاء الله حاجه بادي بيلدر عنيف كويس. وفي نفس الوقت بيسافر كميه سفر مش طبيعيه كويس. يعني الوحيد اللي بيختار اماكن يعني هو طبعا مش عارف هو بيختارها ولا هو بيقع فيها ولا والله هو كده. هي بتيجي كده بلاقي نفسي هناك. فانا بالنسبه لي لما جيت افكر في خضير فكرت ان هو إيه الاماكن الغريبه اللي هو بيروحها دي يحكي لنا عنها. يعني نتكلم على اغرب حاجات هو شافها وهو مسافر. انا مثلا خلينا نبتدي باخر حاجه انت فيها دلوقتي. ماشي كويس. انت فين دلوقتي؟ انا دلوقتي قاعد في اليابان. الدنيا رمتني هناك. عايش هناك مع الشغل طالع كده بروجكت مش عايش يعني مش اللي هو اوكي. بقالك قد ايه؟ بيرمننت. بقالي 7 شهور في اليابان. اوكي. ولسه قاعد؟ ولسه قاعد سنه كمان كده. ماشي. سنه وحته. تمام. بس فاليابان بلد على عكس ما هو الناس كلها عارفه عنها ان هو كوكب اليابان التكنولوجيا المتقدمه بتاع. على فكره يا جماعه الكلام ده عادي كلام يعني. فيستك خالص. فعلا؟ والقطر اللي بيتاخر 45 ثانيه يطلعوا يعتذروا. مفيش الكلام ده عادي. بيتاخر ربع ساعه. اتاخرت على الميتنج في الشغل ما حدش طلع قال لي حاجه ولا حصل اي حاجه. بجد والله؟ والله العظيم. وعلى الصيت فكرة ولا الغنى ألمانيا دول برضه نفس دول الكلام. بجد تيبيكال الصيت ولا هم كانوا يعني هم واصلين للتكنولوجيا دي من ايام التسعينات. اوكي. فبنوا السمعه دي على نفسهم ان احنا مسابقين الناس كلها. بس الناس كلها جابتهم وسبقتهم وهم دلوقتي لسه زي ما واقفين هم. هناك. بس هو خلاص دي السمعه اللي متاخده عنه. اوكي. بس بلد جميله يعني. ده اغرب ستيريوتايب. لا 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 بجد انا اتصدمت هناك. هو ستيريوتايب ايجابي يعني. هو ده شيء ده شيء غريب ان هو ستيريوتايب بس ايجابي يعني. انا اتصدمت غريبة جدا بجد. يعني لو حد عايز يشوف تكنولوجيا ومش عارف ايه وبتاع مش يابان ما يعني. يروحش اليابان. في سنغافور في هونج كونج في حاجات تانية كده متقدمه عنها بكتير قوي. ايه حصل. طيب. بس فانا قاعد هناك. مشكله اليابان ان هم كلتشر الشغل هم ما يعرفوش حاجه في حياتهم غير الشغل. اوكي. فالوركينج اورز مثلا يعني في الويك دايز انا بروح الشغل الساعه مثلا 9 قاعدين بقى مش عارفين نروح امتى. يعني لو عايز امشي على الساعه 7 كده اتسحب كده اخد أصلاً؟ الشنطه مفيش بقى الورك لايف بالانس والهري ده. مفيش الكلام ده خالص. مفيش ما الكلام ده خالص تهزرش. والله. ما فيش حاجه غير الشغل. فلازم برفه عن نفسي شويه. بس سؤال هل الناس اوكي وذ ذس؟ الناس اوكي جدا
بجد هم ما عندهمش اي حاجه يعملوها بعد يعني هو ما فيش ورك لايف بالانس، هو ما فيش لايف عشان يبقى فيه بالانس. هو مفيش حاجه تتعمل في اليابان؟ في بقى كل حاجه، ما هي دي الفكره. انا حسيت ان هو ايه خلاص يومي بيروح كل يوم ما بعملش حاجه، هو تمرين وشغل تمرين وشغل. فبقيت استغل الويك اندز. ايوه يا جماعه بجد والله ابسط حاجه الاوفيس في بلد، في سيتي عاديه جدا، مش سيتي يعني في الضواحي بتاعه البلد. ايوه 30 minutes walking من الاوفيس في جبل اطلعه. يعني انتوا مجانين ولا انتوا ليه ما بتروحوش كده؟ ليه ما بتطلعوش؟ ليه ما بتروحوش؟ وفي دايفرستي مش طبيعيه في النيتشر هناك. سكينج موجود، جبال موجود، بيتشز موجود، كل حاجه موجود. طب انتوا ليه مش عايشين يا جماعه؟ طب هم ليه مش عايشين فعلا؟ مش عارف والله. بس انا شفتك يعني بتخش وسط جروبس، ودي من الحاجات اللي الصراحه عجبتني فيك، ان هي فكره ان انا اسافر وافضل انا نفس الشخص وبعمل نفس الحاجه، دي مستفزه بالنسبه لي. يعني لكن ما اختلطش بالناس نفسها. أيوة. في ناس بتعمل كده، في ناس اللي هو انا سافرت زي ما رحت زي ما جيت، ما اتكلمتش مع بني ادم نيتيف يعني، فاهم؟ بس انا شفتك اللي ضحكتني قوي الصراحه لما رحت، كنتوا على البحر وكان في ناس بتعمل حاجه زي فايت بالرقص كده ولا حاجه. دي رياضه اسمها كابويرا. ده انت كنت فين؟ الكابويرا دي كنت في اليابان في بيتش ساوث اوساكا كده شويه. كابويرا دي انا اتمرنت شهر هنا في مصر كابويرا. اوكي. دي برازيليان مارشال ارتس زي الجوجيتسو كده. اتمرن في مصر كابويرا. بص النرد قد ايه. كابويرا تمام. كابويرا دي هي زي ما انت بتقول بالظبط، هو دانسينج مارشال ارتس. قصه نشأتها كانت بصراحه انترستنج قوي. هي بدات في البرازيل لما كان في احتلال وبيسجنوا الناس واعتقالات ومش عارف ايه وبتاع، وكانوا مانعينهم ان هم يتمرنوا ومانعينهم ان هم يعملوا اي حاجه عشان ما يثوروش ضدهم. فالناس كانوا بيعملوا نفسهم ان احنا يا جماعه بنرقص بالليل مع بعض عادي جدا ومفيش اي مشكله، بنقضي بس سهره جميله مع بعض، محدش فينا بيتمرن على مارشال ارتس، احنا ناس مسالمين وكل حاجه. اوكي. ومن حركات الدانسينج بيعملوا كيكس او بوكسات او مش عارف ايه، مينلي كيكس يعني. والكيكس بتاعت الكابويرا من اقوى كيكس كومبيرد لاي رياضه تانية ما عدا التايكوندو، هو بس اللي فيهاش عشان تايكوندو كيكس صرف. فبقت حاجات بقى كأنك بترقص وبعدين مره واحده بتقوم عامل كيك في وش واحد، ترقص وبعدين تعمل بتغفله يعني. انا اول مره اسمع عنها. لا انا سمعت عنها كتير بس هي حاجه نادره جدا يعني. عارفه كنت بتلعبي تيكن زمان؟ ايوه تيكن. لا تيكن. التيكن التيكن ده ايه؟ حاجه زي ستريت فايتر كده. ايوه حاجه زي ستريت فايتر. لا اصل كان في واحد مشهور اسمه ايدي جوردو. ايوه ايدي جوردو كنت تلاقيه قاعد ايوه كده، ده هو كان بيعمل ازاي؟ سيجما قوي. طب وانت بقى لقيتهم يعني هم هناك رحت على البحر لقيتهم عاملين سيركل كابويرا. دلوقتي بقى الكابويرا بقت ان هي ايه مارشال ارت، بس برضو لما بيعملوا سيركل اللي هو يلا بينا نرقص مع بعض، يعني بينزلوا واحد ضد واحد ويقعدوا يعملوا الدانس ديت، وبيبقى فيه كمان يعني ليفلز معينه يخشوا مع بعض وليفلز معينه ما ينفعش يخشوا مع بعض في الدانس دي، بقى ليها اتيكيت كده يعني. فرحت لقيت فيه كابويرا سيركل على البحر. كابويرا سيركل ده حاجه عادي ناس جدا، جامدين جدا بصراحه وعمالين بيتشقلطوا ويتشقلبوا وبتاع. رايح بتفرج وبسقف، لقيت الراجل بتاعهم راح شاددني ان انا اخش في راجل عجوز كده السيركل، هو ده صاحب الاكاديمي دي. اوكي. راح شاددني وبتاع. ولو الكابويرا عشان هي برازيلي فبيتكلموا دايما برتغيز. يعني العد والاغاني والحاجات دي كلها الثقافه كلها برتغالي. فالراجل ده راح هو ياباني بس بيتكلم برتغالي وبيتكلم اسباني وبيتكلم مش عارف ايه كده، فجرني تعالى ومش عارف ايه وبتاع دي نو كابويرا. قلت له يعني شوتو بالياباني. شوتو بالياباني. شوتو يعني شرب ده شوتو حاجه صغيره يعني. الشوت دي اللي هي توت مش عارف والله عندهم ايه، بس شوتو دي اللي هي يعني بتعرف تتكلم ياباني. اقول له شوتو سيبني في حالي انا على قدي. بس ودخلت بقى قعدت ارقص واتشقلب معاهم بالكابويرا. وعزمني رحت له التمرين مره بس هو بعيد عني شويه. طب انت ضربت ولا ضربت؟ لا بنرقص بس. ما كانش فيه ضرب على البحر بنرقص بس انت شفت الفيديو؟ لا جامد قوي. بقول لك ايه، قول لهم الانستجرام بيج بتاعتك ايه علشان خضيرو. طب سبيلت KHODE. ما فهمتش حاجه. انت عمال تتكلم وهو ثانيه واحده ستوب. قول تاني. KHODEIROO. كنت في سبيلنج بي وانت صغير ولا ايه؟ عظمه خلاص يو كريزي. بس يا سيدي محدش خد باله. طيب المهم ماشي. طيب دي من الحاجات اللي الصراحه شدتني. في مره تانية برضو انت بصيت لقيتك ايه داخل اولمبياد كده هناك. هايروكس. ايه ده بقى؟ هايروكس ده ترند الفتنس الجديد.
اوكي تعالى بقى ننتقل الى انا عايزه اقول عالم الفتنس. انا عايزه اقول اتفضلي يا انت في فندم. الاول بتجري 800 متر او صح؟ انا بتكلم سامي بس تخلصي يعني يعني. والله العظيم هي بتحط نفسها في المواقف لا دي. انا أنا عايزه ما بس عادي اتكلمتش والله. في الاول بتجري 800 متر وبعد كده بقى بتعمل اللي هي بتشد بتاعه كده عليها ايوه سلاد اللي عليها ويتس وبتشيل بتاعه كده على ظهرك وتفضل ماشي بيها مسافه ماشي. وبتمشي هي ليها السعر بتاعها دي السعر موجود. ايوه والله وبتمسك اللي هي اسمها ايه كاتل بلز وتفضل برضو ماشي بيها مسافه وبعد كده بعد ما نخلص بتجري تاني كيلومترات معينه انا مش فاكره قد ايه. ماشي انت كويسه يعني انت قريبه جدا. ايوه رقم ال8 موجود فعلا بس مش 800 متر. هم 8 ستيشنز. 8 ستيشنز اوكي. 8 ستيشنز دول عباره عن 8 ورك اوتس. مم. قبل كل ورك اوت بجري كيلو يعني اجري ايوه كيلو. ايوه صح. بعد كده اخش ستيشن اعمل التمرين زي ما انت أصلاً؟ قلت فيه يعني هم 8 كيلو 8 كيلو توتال. في النص بقى في في الاول كانت يا فقيره يا غلبانه يا لهوي ده في صفر طار. في الاول في اول ستيشن سكي ارج اللي هو كاني بسكي بس أيوة. بيبقى ماشين أيوة. كده. بعد كده سلات بوش. السلات دي بيبقى لودد بوزن بزق 150 كيلو 50 متر وبعدين بقى اشدهم ايوه 50 متر. عظمه. دي كده 3 ستيشنز. رابع واحده بتبقى بيربي برود جامب. بعمل بيربي على الارض انزل صدري كله على الارض اطلع بعدين انط بمشي 80 متر بقى بالطريقه دي. يا لهوي. وبعد كده روينج كيلو. وبعد كده اللونجز اللي انت قلتي عليها اللي هو ببقى شايل ساند باج 20 كيلو على كتفي. أيوة. وبمشي بيها لونجز ايوه 200 متر 100 متر. الفارمرز كاري اشيل كاتل بيل 24 كيلو 24 كيلو امشي بيها 200 متر. واخر حاجه خالص 100 وول بولز بيبقى معايا كوره كده 6 كيلو تخبطها كبيره في- اخبطها في تارجت وتنزل لي. لو ما خبطتش تارجت بتبقى ما بتحسبش عدى لازم تخبط التارجت ده. واو 100 عدى. وقبل كل واحد بقى كيلو 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 كيلو. بس ده ترند دلوقتي منتشر في كل حته في العالم. بيريبليس الكروس. عملوه هنا في بيريبليس شفت الكروس فيت والله شوية. اتعمل؟ لسه ما جاش هايروكس اوفيشال في مصر بس دلوقتي بس بقى في كلابي كده. احنا نقول اسماء ناس عادي بيعملوا الحاجات دي. في آه. بقى في براندز كده لذيذه. علي مظهر عامل الفا اكس مش عارف تانل فيجن عاملين ريس كده بقى ويعملوا سيميليشنز لهايروكس. بس هايروكس الاوفيشال نفسها للاسف ما جاتش مصر وما جاتش اي حته في افريقيا لسه. فانا في اليابان هناك لقيتهم عاملين هايروكس يوكوهاما. محدش عايز كاوتشي هناك تحفه يوكوهاما. عايزين لكونجو جودزيلا صح؟ اه كونجو وجودزيلا انت مش هتلاقي لهم حاجه اصلا. ليه؟ خلاص هتلاقي الحاجات دي عندهم ماتت كاوتش ده واتدفنت. كاوتش هو ايه ده؟ لا الكاوتش قد ال دي الدنيا. ماشي. طيب طب هقول لك حاجه، ايه اغرب حاجه انت شفتها في اليابان؟ اغرب حاجه شفتها في اليابان الحاجات اللي بيحسبوها عيب ومش عيب. بجد الموضوع ده ايه بقى؟ الموضوع ده غريب جدا. ازاي بقى؟ تعالوا نلست مثلا شويه حاجات. وانا راجع من الشغل برجع بالقطر او بالمترو يعني ايا كان وسيله أوكي. مواصلات. تمام. ما ينفعش تتكلم في الموبايل وانت راكب المواصلات. بجد والله؟ والله ممنوع خالص ما ينفعش تتكلم. ممنوع؟ يعني اجريسيفلي عشان عيب يعني ما disturbance. ينفعش. فعلا؟ ديستربنس خالص. ايه؟ انت بتزعج الناس. افرض حد عايز يروح في هدوء ما يعني هو بيجيلكش لا، كده. معلش يعني هو دوشه المترو وهي اللي ما بتزعجوش يعني؟ هما بيتكلموا عادي مع بعض جوه المترو ولا اقسم بيسكتوا؟ بالله بتخش المترو ايوه بيبقى كل واحد عايز يرجع على عارف أساس بعد إن ده يوم شيرد- طويل. شيرد اريا يعني؟ ده غريب بالظبط ما ينفعش تتكلم كده تعلي صوتك. طب ثانيه ينفع تشرب سيجاره؟ لا ما ينفعش. اكيد لا. انا مش هتكلم انا هشرب سيجاره بس. اهو ما عملتش ازعاج لاي حد. اوكي. هناك بقى بجد دي ما خدتش بالي منها خالص. إيه بقى؟ السجاير ممنوعه في الشوارع كلها. نشرب في فأنا- بيتك يعني. بعد ما قعدت في فاترينا ازاز كده بيخشوا كلهم يبخوا في وش بعض بقى السجاير مالناش دعوه بيهم. اوكي. بس لما نزلت انا ما كنتش واخد بالي ان هو الموضوع ده فعلا مفيش سجاير خالص في الشارع. لما نزلت مصر شميت ريحه سجاير تاني حسيت اللي هو انا بقالي كتير فعلا ما شميتش أيوة، الريحه دي. أيوة، ما شميتهاش خالص هناك. طب والله هم بيحافظوا على يعني لا هما بس استني بس في المترو بيحافظوا ما على بنتكلمش في الموبايل ماشي. هاخدهم لك واحده واحده جايلك بالترتيب. مش بس عارف كل حاجه تحس ان هي هتصمدي معاهم لحد امتى مش عارف. مكمله. ما ينفعش تاكلي وانت ماشيه في الشارع ايا كان انت بتاكلي ايه. يعني جايب مثلا حاجه شبه المولتو طب مثلا دي ماشي بيها بتأذي الناس في ايه؟ باكل ما ينفعش تاكلي. ممكن حد ده جعان. تصرف غوغائي بربري. ايوه والله اوعي تاكلي وانت ماشيه في الشارع. انت اكتشفت دي بالصدفه مثلا ولا انت كنت بتاكل حاجه في الشارع لقيت الناس بتبص لك سايد اي لا كده؟ وانا رايح هناك يعني كانوا بيعملوا لي اون بوردنج على الكالتشر اليابانيه وايه الدوز اند دونتس ومش عارف ايه وكده. بلس بقى لما بسافر في اليابان بقعد في هوستلز وكده فشويه الناس بقعد معاهم اكسبوجر. اللي بتتكلم معاهم وكده يقولوا لي بقى ده عندنا ده عندنا لا. فدي كده ايه تاني حاجه مثلا تحسيها يعني افوره برضو سيكا.
الليفل بقى الشنيع عندهم ما ينفعش تبقى ريحتك اللي جنبك شاممها مش ريحه عرق، ريحه ريحه حلوه حتى. برفيوم. ما ينفعش تحط برفيوم اللي جنبك يشمه. انت هتغريني يعني ولا ايه؟ انت ريحتك اللي انا شاممها دي. والله ما عارف، ده بيسموها بصي الافوره، بيسموها سميل هاراسمنت، هرسمنت. ان انت أيوة. مشممني ريحه انا مش عايز اشمها. يا عم انا ما بحبش الريحه دي. هراسمنت. طب وايه فلا عندهم طب ولو حد بجد ريحته عندهم عرق؟ حاجات غريبه قوي. طب لو حد ريحته عرق؟ دي فان فاكت روشه جدا. ممكن حد بيعرقوش. برضو ريحه العرق عندهم ما فيهاش اي ريحه خالص، بيعرقوا بس ما هم والكوريين عندهم ازاي جين. دول بياكلوا توم كتير موت؟ ايه ده ليه؟ لا مش ده ولا ده دول الهنود الصينيين دول. دول. هم أول بالك والكوريين. معايا. هي بتيجي لوحدها. هم والكوريين. لا انا بتعب يا جماعه في اليابان لحد ما الاقي ديودرنت، يعني ان هو يتباع ده مش حاجه فعلاً؟ تتباع عادي كده. يعني ايه عندهم جين ايه اللي ما فيهوش بجد ما لا بيعرقوش؟ هو هيبقى نوع اسمه إيه؟ الاكل اللي بياكلوه. لا جين عندهم فعلاً؟ بيخلي العرق قليل جدا، ولو في عرق ما بيبقاش ليه ريحه خالص. الموضوع ده غريب جدا يعني. واي تشيك افتكرت واحد بيسرح بيا، اي تشيك لقيت لا هو فعلا بجد شميته؟ لا شكل ازاي يعني عملت ايه؟ في دلوقتي تشات جي بي تي بقى والحاجات آه، الاي آه، اي الجميله دي بنسالها، أيوة. بس طلع فعلا دي حقيقه. وبجد ما الماركت بتاع ديودرنس هناك ده مختفي خالص، مش ثانية لاقيين. واحدة ستوب لما تيجي نصدر ستوب ديودرنت. ستوب 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 ستوب. هو ده ما بيطلعش صح؟ لا صوته عالي قوي. وارد دي كمان. في غراب معدي بس. الغراب بس بيموت بيعتذر. وبعدين كمل اللي انت بتقوله. نصدر نصدر لهم ديودرنس. طب ما هم ريحتهم ما عندهمش ريحة عرق، ما هو ده هيستخدموا في ايه؟ بقى قمة العبقرية بقى. انت بتقول ايه يا جدع؟ سافرت انت ايه؟ والله بجد. ايه؟ كمل يا خضير فكك بس يا منه. ستي ده كانت اغرب الحاجات كمل هو ما تأزمش بس يا أصلاً فكك منه بقى. اغرب العادات والتقاليد هناك في اليابان. طب وايه كمان؟ هم معنصرين عليك؟ مش عليا، دي برضو حاجه روشه هم جدا في عنصريين؟ اليابان. تعريف العنصريه ان انت بتختار فصيل معين من الناس وتعامله بطريقه بيزد على الريس بتاعه او لونه او شكله او كده. فتعريفا بالعنصريه هم مش عنصريين، اوكي. بس هم نقول يعني عندهم ايه، مش لاقي الكلمه هشرح لكم وانتوا قولوا الكلمه. ايوه. انا ياباني وانت مش ياباني ايا كان انت ايه. ثانية في بني ادمين وفي مهندس. بالظبط. اوكي. في كوكب وفي كوكب يابان. وفي يابان. فانت مش ياباني كده آه. كده، انت كده مش اوكي. كده يعني. طب اهو مش كده قد دي ما بتبقى ايه؟ بتبقى كده اللي هي عنطزة ولا كده اللي هو ذكاء انت غبي يعني؟ في حاجات كتير بقى يعني في الشغل مثلا لو في تو مثلا بزنس ليدرز بيتكلموا، واحد ياباني واحد مش ياباني، كده كده الياباني هو اللي كلمته هتمشي، اوكي. ما فيهاش فصال. ملهاش دعوة هو اللي فاهم بالموضوع. هو اللي لا. فاهم. طب ما هو اللي فاهم دي يبقى دي او انا عقلية يعني. أيوه. اوكي يعني هم بيثقوا في العقلية اليابانية بس جدا. مع ان حقهم يعني ما بصراحة. انبهرتش يعني هو تمام يا جماعه انتوا بشر زينا عادي والله، ما بجد والله؟ انبهرتش خالص هناك يعني تمام يعني. اوكي. بس هم انا ياباني وانت مش ياباني، عشان كده تلاقيها ريفلكتد بقى في حاجات كتير قوي عندهم، ان هم مثلا ما بيتعلموش اي لغه غير الياباني. ما فيش اي حاجه يعني، مش محتاج بقى في خلاص. سياح بيجوا لهم وفي كل حاجه، ماليش دعوه. لو جاي لي تتعلم ياباني وتكلمني انا مش بس دي مش مضطر اتعلم عنصرة، لك ما تقدرش انجلش. تقولها عنصرة على قد انا بقول لك هي مش عنصريه، انا قلت لك هي مش عنصريه خالص، اعتزاز بس كده. هو انا ياباني، اللي عايزني بقى هو اللي يتعلم بس جديدة الكالتشر دي بتاعتي انا واللغة ياباني كده يعني. قوية. جامد. طيب نطلع من اليابان ولا لسه عندك حاجه تقولها نطلع في من اليابان؟ اليابان اللي انت عايزه. نطلع من اليابان. قبل ما نطلع من اليابان، الهايك اللي انت رحتها دي وكان في يافطة عليها ان في بارز ومش عارفه ده هناك عادي قوي، مش هايك، ده كل الهايكس اللي بروحها فيها دببه. طب وعمرك قابلت دبدوب؟ لا ما قابلتش دبدوب؟ ما قابلتش دبدوب الحمد لله، بس ما قابلتش دبدوب عشان هم دايما بيبقوا في الهايكس بيدونا جرس كده. مين الدباديب؟ دبدوب. الانتي دباديب بيدونا جرس. رينجرز وبتاع. الجرس ده صوته بيبقى مستفز جدا للدببه. فبيبعدوا عنك. وفي بيبقى دايما برضو لازم امشي بسبراي كده، اول ما بترشه الدب بيقوم حاطط وشه في الارض كده ويكره نفسه ويجري. اوكي. طب ثانيه قبل ما نمشي برضو، انت في برودكتس برضو عجيبه كنت في اليابان وحمامات انا قلت لكم مفيش تكنولوجيا في اليابان صح؟ حصل. بس في كونفينينس، عارف اللي هو حاجه انا ما كنتش عارف ان انا محتاجها في حياتي بس طلعت محتاجها لما رحت. عارف. في بقى حاجات من دي كتير قوي. اوكي. زي بيتفننوا في البرودكت ديزاين ان هو مؤاخذه يا جماعه. لا ايه اللي انت بتعمله ده؟
في وادي دجله بقى ما كناش بنحتاج ان هو احنا ما نعمل في شبكه كده. هنا، بس انا على طول رأس شبكه انت عارفه. سبيشال ده ايوه معاه فكروني satellite. العبكم لعبه في الاخر اسمها برج الاتصالات، مش عارفها؟ هنلعب. لا. مش هنلعب. لا هنلعب، هي برج. المهم هنلعبها، دي ساعه جديده. يكمل يا عم. المهم عملت سايلنت؟ يا ديني لا. خلاص هو كده ما كده تهزرش بالدي، ايه يا ديني دي وحشه قوي يا إسلام. لهوي. يا ايه كده اسلامي. كمل. سبرتو مش بيضحك النهارده. ايه ده؟ انا عمري ضحكت. ما اقدرش اوافقك بصراحه للاسف. ماشي كمل يا خضير. ماشي كمل يا خضير بدل ما نتفرج كده. انت محتاجه ان انت اللي تجيب الضيوف بعد كده. دي حقيقة هم كلهم بيطبلوا لك انت. كمل. الليدر ده القائد سبرتو سيادة الجنرال. ماشي ها. ايه بقى الحاجات دي؟ في مثلا في الصيف عندهم بشع. حر؟ الصيف عندهم بشع، رطوبه يخرب بيت يا الرطوبه. لهوي. هي جزيره بقى صح؟ هي جزيره بالظبط. آه. رطوبه مش طبيعيه، وبعدين احساس ان انا حران قوي، وبعدين الدنيا تقوم ممطره. فتلزيق بقى. طبق شوربه بقى، انا بقى ماشي في طبق شوربه. ايوه صح، الموضوع ده وحش قوي. انا جربته في نيبال، وحش قوي وحش قوي. لا 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 سيء موت. للدرجه دي؟ لا انا في اوقات ببقى اللي هو لا انا محتاج غشيم عشان اتنفس. لا 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 الموضوع صعب قوي يعني. انا عرقان ومطر بقى أنا يعني ليه؟ إيه يا جماعة مفيش هواء، نفسي؟ مفيش اكسجين بيخش يعني. في ميه وفي ميه عماله بتخش، فاهمه؟ واو. ده بس احنا سيء كنا موت. بنفكر نسافر اليابان في الصيف بس لا كويس يعني ان احنا تراجعنا. دي برضو ممكن نقولها تip رهيبه في اليابان. اليابان احسن حاجه تزوريها في الشولدر سيزونز، يعني اللي هو بين السبرينج والصيف وبين الخريف والصيف برضه، اللي هو يعني الترانزيشن ربيع خريف يعني. ليه بقى؟ عشان الجو وحش قوي في الصيف، بس للاسف هو الهايكس كلها والحاجات اللي مفتوحه دي كلها بيفتحوها في الصيف بس. في الشتاء عشان ديسك ومش عارف ايه وبتاع، احنا قلنا بقى هم ناس متأزمين قوي ايه فبيقفلوا الديسك ده؟ ايه؟ انت قلت ايه الديسك؟ ريسك. ريسك. الريسك بتاع الناس في الشتاء ان هم يهايكوا وبتاع وتلج وزحلقه وكده، بيقفلوا الهايكس طب كلها. كنت بتقول ايه؟ كنت بتقول حاجه بالنسبه للبرودكتس. هو بالنسبه للبرودكتس في الصيف مثلا بيبيعوا تو سبرايز، سبراي للجسم وسبراي لللبس. اوكي. السبراي ده بيعمل ايه؟ بيسقع. ايوه ايوه الموضوع ده غريب قوي. ايوه يعني بحس ان انا كلت البانة نعناع بس في جسمي. على جسمي كله. الموضوع غريب موت. ده احساس حلو. أنا حاسس ايوه وحش. بس اللي هو ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ عارف انت عارف لما تدهن فيكس. بالظبط. كان في حاجه تانية احسن قديم بكتير قوي. بس فيكس. وتحط الجرنان. بيرتو انت لابس نضاره، انا ممكن البس نضاره برضه. البس يا باشا البس. دي نضاره ياباني على فكره. بجد؟ دي ايه بقى ده بقى؟ برودكتس ياباني. لا. سوري. اوه اوعى وشك. اوعى، دي على النني بالظبط. ايوه بالظبط. ايه رايكم يا جماعه؟ وفانكشنال والله، يعني هي حمياني من الشمس. حمياني من الشمس دلوقتي. عالم شرير صح؟ بحضر حاجه في اللاب وهفجركم وكده. صح ايوه حصل. عامل زي في حد كان في كاركتر فيلن؟ مين؟ كل الفيلنز عاملين كده. كل الفيلنز شبه. طيب ماشي جماعة. نمشي من اليابان بقى. يلا نمشي من اليابان. يلا نمشي من اليابان. 150 جنيه باين. ماشي. والله سعر تحفه. هتودينا فين يا خضير بعد تعالى احنا التوبيك بنتكلم على ايه دلوقتي؟ اغرب الحاجات اللي رحتها. تهت في كهف قبل كده ولا دخلت كهف؟ تهت في كهف؟ بس احنا كنا في كهف مع بعض. احنا التيميت اكسبيرينس الكهوف مع بعض يا جماعه. ايوه بس في كهف بره ايوه حصل. انت تهت فيه. احكي لكم كان قصه ضلمة. عشان دي بلد فعلا. بس انت شفتيها فين؟ ستوري. انا بستوكي يا ابني، وعامة والله انت واحدة بالنسبة لي انت بتوريني والله. العالم وانا قاعدة في بيتي يعني واحدة انا اصيله والله ببقى العظيم. قاعدة في بيتي كده بفتح ستوريز يا ابني انا قلت كل لك يوم في الناس حتة. قلت لك الناس متابعاك. والله انت اصيله. اصل انا ما نزلتهاش في حته غير فعلا، فبقول لها شفتيها فين؟ قالت لي فعلا صح كنت نزلتها. هي كانت حاجة روشة جدا. دي كانت بلد اسمها بيليز. البلد اسمها بيليز؟ لا امسكي نفسك بس. البلد اسمها كده ولا دي مدينه؟ لا البلد اسمها بيليز. بيليز؟ بلد موجوده. ليه تروح بيليز؟ احكي لك القصه كلها. ازاي تروح بيليز؟ وهي بيليز يا جماعه. انا مش فلاح. بيليز بي بوك براون اللي انا مش لابسه ده. ماشي. BELIZ دي بلد وحشة قوي خطيره. وحشة خطيرة قوي والله. ومش متنظفة وحالتها ما يعلم. لا عشان حطيتها على السجاده بس دلوقتي. اوكي كمل. بيليز دي جنوب المكسيك. اوكي. ماشي. انا كنت بتفسح في المكسيك
وفي واحده صاحبتي كلمتني هي عايشه في كندا، قالت لي ده انا هبقى في المكسيك بعمل دايفنج كورس في نفس الحته اللي انت فيها مش عارف ايه بتاع، بس جايه كمان 5-6 ايام حاجه كده. فقلت ايه لما تيجي هنعمل نفس الحاجات اللي انا هعملها دلوقتي، ففاكس قوي. فشفت ايه الحاجات اللي حواليا ممكن ادخلها. الباسبور بتاعنا يا جماعه بعد ما بيتحط فيه اليو اس فيزا بيبقى جميل جدا، ان هو كل الحته اللي هناك دي بندخلها عادي من غير فيزا، كل الحته اللي تحت امريكا دي، المكسيك، بليز، جواتيمالا، كل الحته بتاعت سنترال امريكا بتدخل من غير فيزا. كاريبيانز وبتاع ولا مش كل ده شغال. والله تروح هافانا بقى وكوبا حلو الحاجات دي كلها بفيزا امريكا، بس لازم يكون فيزا ساريه. اوكي. وفي بلاد لازم تكون استخدمت الفيزا وفي بلاد لا، على حسب يعني انت رايح فين. اوكي. فلقيت بلد تحت المكسيك اسمها بليز، رحت مأجر عربيه من بليز يا اسطى. أجرت عربيه من كانكون في المكسيك. من كانكون يا راح اجر عربيه من كانكون ورحت قايل له انا رايح بيها بليز، هل محتاج اعمل اي ورق زياده؟ قال لي انت محتاج تطلع لها ترخيص كذا كذا كذا. رحت طلعت الترخيص ده واتجهت على بليز دي بقى بلد روشه موت يا جماعه. لاتين امريكا كلهم بيتكلموا اسباني، دي البلد الوحيده اللي بتتكلم انجلش. ماشي حلو. وكومنولث كونتري مع يو كي، فهو زي كندا كده، ما عندهمش رئيس، ما عندهمش اي حاجه، هم على طول للملك بتاع الملكه ماتت، الملك دلوقتي في يو كي بس. وعملتهم قويه جدا، بليزيان دولار، والعمله قويه، بس هي بلد فقيره. ما كنتش عارفه ان هي بليزيان دولار اصلا. تحس بنك الحظ. والله هو بجد الفلوس بتضحك موت. وبعدين دخلت بليز، هي بلد صغيره قوي، فانا خدتها بالعربيه من اولها لاخرها لحد ما وصلت لحدود جواتيمالا كده، في حته اسمها هناك سان إجناسيو. دي بقى اللي كان فيها. هو انت يعني انت اللي قررت كده لوحدك ان انت والله بجد خدت العربيه ورحت بليز اشوف ايه اللي بيتعمل فيها. اوكي. فيها حاجتين جامدين قوي. في جزيره اسمها كي كولكر، دي بجد جزيره تحفه. عندهم بلو هول، بس بلو هول بجد، مش بلو هول زي اللي عندنا. جمصة اللي عندنا. بلو جمصة. وعندهم حته كده اسمها سان إجناسيو، دي اللي هي ناحيه جواتيمالا شويه. عندهم اكتيفيتي روشه جدا اسمها كيف تيوبينج. يعني ايه بقى؟ بتركب عوامه، هم عندهم الكيفز متوصله قوي ببعض، يعني اللي هو كلهم مفتوحين على بعض. بيبقى فيه امطار، فالمطره بتعمل رانينج ووتر جوه الكهف. تنزل معاها، فتقوم انت راكب عوامه وداخل في الكهف ده. جامد. الاكسبيرينس دي يا جماعه مش مشجعه خالص لاي حد عنده كلاستروفوبيا، عشان هو الموضوع بيبقى انا تحمست. انا كمان تحمست. انا رايح بليز بس. فرحت كنت عايز اعمل الكيف تيوبينج دي، رحت عند الكهف، قال لي النهارده المطر عاليه جدا جدا جدا، الكهف هيتسد، ممكن تتحشر في الحيطه جوه، فمش هينفع تخش. فهنعملها بكره كتير يعني. فهنعملها بكره ان شاء الله. قلت له طب انا جيت المشوار النهارده خلاص، نعمل ايه؟ قال لي انت ممكن تخش بقى تتمشى جوه الكهف، عيش لو عايز، عيش وسيبنا عيش. بس. فدخلت الكهف بقى اتمشيت، اللي هو الفيديو، الكهف ضلمه موت. يعني انا مش عارف، انا لو كنت يعني اللي هو تاني يوم لما جيت بالعوامه، لو كنت جيت بالعوامه على طول الموضوع مرعب قوي. انت لو انا ماشي بالسرعه دي في حته مش شايفها ومش عارف انا بخبط فين وبعمل ايه، موضوع بجد مرعب موت يعني. هي العوامه دي انت بتبقى لابسها ازاي بس الماس؟ يعني ايه؟ ببقى قاعد جواها، يعني هو حوار غريب كده، زي الكور اللي هي بتدفي الخوا دي وانت بتفضل تخش جواها. لا ايه ده؟ لا قاعد عليها يعني، في اوبشن وهي ليها بالظبط كده، اللي هو زي الاكوا بارك كده، لما بتركبي جوه العوامه وتخشي موجوده دي في ريفرز. بالظبط. هو في، كنت لسه هقول لك، في الاوبشن ده، وفي الاوبشن بتاع بقى اللي هو التاني اللي هو اسمها ايه، ريفر بوردنج، اللي هو بتبقى عوامه كده. ايوه وانت بتقعدي انت عملتها برضه في بنقعد بالتشست كده. انا حاسه ان انا ستوكر قوي، وانا عماله كل حاجه هو يقولها اقول له انا عارفاها. وحشه قوي مني بصراحه. لوزر. منوره البروفايل اهو. والله انت اللي بتطلع لي هنا خضير. يا ترى رايح فين النهارده؟ عامل لك انت اللي جامد. بيعمل ايه هناك دلوقتي؟ طيب وطلعت ازاي بقى، ولا ايه الدنيا مشيت ازاي؟ دخلت جوه، فضلت ماشي، بعدين الدنيا قعدت ضلم. هو ستوب، هو احنا البتاعه بتقفل عادي؟ انا مش شايفه حاجه، انا شايفه شجر. مش شايفه حاجه. بيسجل. طب احنا معانا خيمه ممكن نخش نشوف اسمه شويه، مش كل مره يحصل كده. على فكره انا الصور، وانت مالك بالكاميرا مان؟ وبعدين كاميرا جيرل مش كاميرا مان. I'm just a girl. بس بقى ايه ده؟ سكت اهو. ايوه مش حلوه.
ليلى كمل. عملت ظهور هو انت ليه تاني. بتحطي انت بتعملي كده ليه؟ كاميرا بجد بتعمل ايه؟ شايفة بتعمل كده اهو. عشان مش شايفة. ماشي. 35. بص ليلى جابت لي ايه من على البرتغال. فكره يا ليلى في بصوا يا جماعه أنا ليلى كنت لسه جابت لي هقول ايه لك. من البرتغال. ايه ده؟ دي ليلى تيجي تقعد معايا. انا مش رحتي فين في البرتغال يا ليلى؟ رحت بورتو. وغال. وغال. بالظبط. طب سؤال بس. بورتو ايه؟ انا كنت بقول ايه والله إيه؟ نسيت خلاص بقى مش مهم. فدخلت الكهف وتهت جوه. ما كنتش عارف اخرج عشان الدنيا كانت مليطه فعلا زي ما الراجل قال. انت عارف ان دي حاجه يعني ديدلي بجد. ديدلي. يعني في مصر كهف مشهور قوي اسمه كهف الجرة يا جدع، ده احنا بيتنا مع بعض لا، جوه. كهف الجرة ده انت قصه كنت ثانيه موجود وطلع يا جماعه احنا قبل كده بيتنا في كهف جميل في مصر جدا. اسمه كهف الجرة. رحنا فعلاً نكامب حلو. جنبه ومن كتر الساعه دخلنا نمنا جوه الكهف. وايه اللي حصل كانت تحت جنبه في الصراحة. الكهف؟ كان حوار. انت كنت جوه ولا أنا كنت تيم جوه ولا جوه. تيم بره؟ تيم جوه. كان معانا كنت واحد شايفة. اختفى مننا لقيناه اتدقلق. فاكره سامر لما أيوة. كان نايم جنبنا صحينا أيوة. لقيناه في اخر يا الشارع. جماعه هو حرفيا يعني هو ما تقلبش مثلا بقى الناحيه التانية، هو مسحوب بالطول. يعني يعني محدش بيتقلب بالطول. اتسحل في حد هو يقلب بالرجلين. اتسحل. يعني احنا كنا نايمين في سيركل كده، صحينا صباح الخير ومش عارفه ايه يا جماعه فين سامر؟ في اخر حته في لا 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 لا. اصلا ما صحيتوش. اللقطه دي بقى كانت جامده ذات الصحيان لما الراجل لا، بتاع أيوة. في حد التور جايد نازل جايب فوق سياحي وجاي يفجرجهم على الكهف من جوه بتاع نازل انا نايمين جوه استنى، هو اصلا احنا اصلا قبل ما ننام قعدنا نقول يا جماعه طب هو لو حد جه طب مش عارفه ايه، طب ما اكيد هيتخضوا ومش عارفه ايه. المهم ان انا بقى سامعه، انا صاحيه من اول ما سمعت صوت من بره ماشي، فانا سامعه عمالين يقولوا هو في ناس ميتين تحت، هو في مش عارفه ايه. وفي تور جايد ده جمع كل شجاعته ونزل بالفلاش لايت بتاع التليفون، شايفنا كلنا مترمين قدامه، هو في حد هنا؟ قلت له ايوه احنا هنا. بس كانت اكسبيرينس لذيذه جدا الحمد لله. احنا ازاي ما اشتغلناهوش يعني لو ان احنا لسه صاحيين من لسه النوم عارف اللي صاحيين من هو النوم. نصحى بقى اللي هو ايه ده؟ هو احنا في سنه كام؟ هو احنا اي حاجه. ايوه عايز سرعه البديهه دي. اهل الكهف المصريين. بس بجد الراجل كان مسحول سحله مش طبعا هو انتوا مين وايه اللي أيوة، بيحصل؟ أنتوا مين في ايه؟ فعلاً. انتوا لو كنتوا اتكلمتوا اي لغه تانية كان ممكن لا يقع لا فيها. كان في اشتغالات كتير قوي تحصل بس آه. بجد احنا كنا لسه صاحيين من النوم ولقينا صاحبنا بتجرجر في اخر الكهف. لا أيوة. الكهف اللي انا بحكي لك عليه ده اسمه حمام فرعون. كويس. اوه حمام فرعون ده مش ده فين ده؟ ده في جنوب سيناء مش أيوة. جنوب قوي. عند كاترين. كانت قبل الطور. اوكي فين بعد راس سدر على طول. ماشي يعني بينه وبين راس سدر 50 كيلو ولا حاجه. أوكي. كويس. لو انت على الطريق القديم وانت ماشي على راس سدر بيبقى على يمينك البحر. في اخر قبل ما تخش بقى وسط الجبال وبتاع هو بيبقى على اليمين. بتخش يمين ماشي. ناحيه البحر. اول لما بتوصل هناك بتبص تلاقي ان في ميه طالعه من الجبل بتغلي. كويس. الميه اللي طالعه من الجبل بتغلي دي نازله على البحر. يعني انت الميه حرفيا الميه دي ممكن تجيب بيض وتسلقه. بتغلي يعني جيو ثيرمال وبتاع جدا. حلو. وبقليل كده وبتاع. حلو. الجبل بقى نفسه جوه الجبل في زي كهف كده. كويس. الكهف ده طالع منه بقى حراره مش عاديه. يعني نفس السورس اللي بيخلي الميه دي تغلي بيطلع ستيم بقى على الفتحات اللي موجوده في الجبل نفسه. كويس. فانت بتخش انت من على البوابه واسعه كده شويه. حلو. انت بتخش مسافه قليله جدا يعني 5 متر ولا حاجه كفايه جدا كانك قاعد في ساونا. كويس. جربت انا مره بقى قلت اخش الكهف ده لاخره يعني اشوف اخره ايه. كويس. فدخلت لان الناس بتبقى زحمه في الحته اللي بره. دخلت بقى كتير وكل ما بتخش بيبقى فيه زي بوابه كده. انت عارف الكهوف بيبقى ليها زي بوابات بتفصل كده. ايوه حلو. فكل ما بخش كل ما الدنيا الكهف بيصغر عمال بيصغر وبيضيق لحد ما انت وهنبتدي بقى ايه كرولينج بقى وتنزل تبقى ماشي يا دوبك على ركبك وبتاع وكده اهو. لحد ما دخلت لاخر الكهف خالص لقيت حته سد. كويس. وبعدين اكتشفت ان وانا جوه ان في ممرات. يعني انت ممكن تخش طريق تاني يمين في شمال في يمين خلاص كده انت ايه تهت خلاص تهت انتهى الموضوع. شكرا كده. فانا جوه كان في معايا ناس وفرجتهم على الكهف وبتاع وبعدين قلت لهم ايه اخرجوا انتوا يلا. انا هتوه. فهم أنا عايزة فكان في واحد معهوش فلاش لايت فاديته فلاش لايت بتاعي. كويس. دي حاجه بمنتهى الذكاوه منك يعني بجد برافو عليك. سبرتوا الانسان. سبرته الغبي. اه كويس. كنت لا ما على فكره اتفرجتش على فيلم رعب ابدا قبل كده.
خالص. كلهم بيبقوا نفس القصه كده. ايوه اديته الفلاش البتاع، وبعدين يا ريتني اديته له، بس انا اديته له وخليتهم في مسافه بيني وبينهم، يعني مشيوا يعني كويس، على اساس ان انا ايه هبقى شايف ان اخر الممر فيه نور، فانا هروح في اتجاه النور ده. بالظبط. كويس. شكرا كده. دخل يمين، النور اتقطع تماما تماما، يعني ما بقتش شايف ايديا، يعني مجرد ان هو يعني هو بيني وبينه مثلا قول 20 متر مثلا ولا حاجه، بس هو ما بقاش في مسار النور. فالنور مش جاي لك خالص. انتهى. شكرا كده خلاص الموضوع خلص يعني. لا دي ملعبة. لدرجه ان انا فضلت ماشي بحسس على الحيطه، طبعا الحيطه سخنه ولعه يعني كويس، بحسس على الحيطه علشان اعرف فيها يمين وفيها همشي ازاي، فاهم؟ فلا واللي عرفته بعد كده، او مش بعد كده، انا كنت عارف ان قبل كده بس بستهبل، ان في ناس كتير ماتت جوه. ماتت ازاي؟ بيخش يتوه ما يعرفش يطلع يموت. وخلاص كده بقى ما فيش. الكهف ده ممنوع دخوله دلوقتي عامه من كتر لسه هقول لك يا عم خدنا ليه يا عم. لازم أنا تصاريح كمان كنت وبتاع، لسه في هقول نقطه حرس حدود لازم تاخد تصاريح عشان تخش، بس هو انا كنت بطلعه على طول وكان حاجه وندر يعني. دي حاجه إيه؟ من اسمه حمام فرعون. حمام فرعون. بس خش اقرا عليه. عامة حمام فرعون ده عين عادي، عين سخنة كده بتطلع بقليل، صح؟ حمامات فرعون. ما هي العين السخنه دي دي بره الجبل بقى، فاهمه؟ هي يعني مش عين رحتها- قوي يعني، انا رحتها زمان قوي مع أهلي. هي شويه ميه طالعه من تحت الارض كده، مش أيوة، عين أيوة. قوي، وبعدين هي طالعه ونازله على البحر، فهي المنظر نفسه ظريف جدا يعني، فاهم؟ بس طبعا ريحه H2S بقى سيئة. بيض مسلوق، آه. بيض بايظ. بس فلا اتس ديدلي موضوع ان انت تتوه جوه الكهف ده، قاتل يعني. واحد الكهوف برضو اللي دخلناها في سلوفينيا، بس ده قصه تانية بقى نبقى نحكيها في سلوفينيا. انا دخلت كهف في سلوفينيا حلوه قوي اللي فين بوستوينا. هو ده حلو قوي اللي هو بياخدك بتخش الكهف، قطر ياخدك جوه الكهف يوصلك لجوه الكهف. ايوه ايه يا جماعه الهبل ده دخلناه من كهف، من حته طلعنا من حته تانية فوق. ايوه بعيده خالص يعني علشان نزلنا تسلق، مش اللي هو بيسموه اب سيلينج. كان لا كان عنيف جدا، بس في قصه تانية هبقى احكيها بعدين بقى في القصه. طيب انت كنت عايز تروح الاسكا؟ رحت؟ لا لسه شايف حته فيديو في الاسكا. اوكي. رحت مكانها المكسيك. انا كنت في امريكا وعايز اشوف هروح فين، بس رحت بقى ساعتها ساوث مش نورث. فنزلت مكسيك وبيليز واللفه دي، كانت ساعتها مكان دي، بس ان شاء الله الاسكا جايه في السكه. ايه الويش ليست بتاعتك؟ يا كتير قوي. كتير قوي بجد. عايز توصل لك ايفرست؟ ده سؤال عشوائي جدا، انا ما اعرفش. مش عارف، مش عندي على الليسته بصراحه. مش عندك؟ طب قول لنا الليسته. انا يعني احب ديستنيشنز اكتر من ان انا اروح يعني ديستنيشن يبقى فيها صامت واعمل حاجات تانية غير ان انا اروح رايح سوليلي فور. هو انت اصلا ايه الموتيف بتاعك في السفر؟ دي برضو حاجات كتير قوي على حسب السفر فين بالظبط، بس بحب قوي حاجات يعني انا مثلا في اليابان الناس كلها بتيجي اليابان، طوكيو اوساكا كيوتو، اللي هو بجد سيتيز عاديه، شوبينج، اكل، كالتشر اكسبوجر ومش عارف ايه بتاع، بس انا عايز حاجه كده اللي هو نروح نهايك، اشوف نيتشر، اعمل مش عارف ايه. ليه يعني بقى؟ انت نيتشر مش سيتي 100%. اوكي 100%. انا طوكيو انا قاعد بقولك بقالي 7 شهور، طوكيو دي قعدت فيها، انا قاعد مش طوكيو، بس لما بروح طوكيو يوم واحد بس، وبعد كده بروح اي حته مش عايز بره. اوكي. ليه نيتشر مش سيتي؟ بحس بتقابل ناس عقلياتها مختلفه تماما عن اللي هتقابلهم في السيتيز. صح جدا قوي يعني، اللي هو ناس مختلفين تماما. بتلاقي اصلا الستايل بيتغير كده من اللاجج المعجلات للباك باك، الناس بيبتدوا يتحولوا كده قدامك، فاهم؟ والعقليه بتتغير، والعقليه تلاقيها على طول برضه بالظبط بتتغير. ايه حاله نفسيه بس الغراب راجع. اتفضل معانا كمل. العقليه بتتغير. ايوه بالظبط. بقابل ناس بجد انسبايرنج قوي، هو مش عارف واحد عايش في ايه وساب ايه وخلاص ما بيسافر يكسبلور، واحد تاني مش عارف بيعمل، يعني بيبقى ناس مختلفين قوي اللي بقابلهم في الحتت دي. بلس بحس ببريفليج شويه ان انا عايز اشوف اماكن حتى الناس اللي معاهم فلوس كتير قوي مش هيعرفوا يشوفوها. اللي هو لا انا عايز اروح اشوف نيتشر، عايز اروح اشوف مناظر طبيعيه بجد
اللي هو لا لازم واحد يبقى فعلا دماغه ديديكيتد ان هو عايز يشوف الحاجات دي، مش اللي هو معايا فلوس وعايز اصرفها وخلاص. بالعكس الحاجات دي بتبقى ارخص بكتير قوي من بقيه الحاجات التانية. بس اللي هو العيشه البسيطه خالص، انت عايز خيمه وهتكامب في النيتشر وخلاص، هنا في الصحراء او هناك في الجبل اي حاجه. فبحس ان انا ليا اكسس لحاجات بجد مش هتتشاف في حته تانية في العالم وارخص من الحاجات دي. ليه؟ عشان اللي هو بس قررت ان انا مش عايزه. صح. انت عارف ان انا بستغرب جدا الناس اللي مثلا يروح يدفع ملايين الملايين علشان ياخد مكان على البحر وجنبه سبا مش عارف ياخد فيه ميه سخنه ولا جاكوزي ولا بتاع، وايل ان انت ممكن تروح زي ما احنا بنروح كده مثلا في بعد ما تروح مثلا البحر مفيش حاجه، مفيش البحر بتاعك ليترلي بتاعك، ولا تروح في اي حته في الصحراء الغربيه هتلاقي فيها السبا اللي انت خدته ده، هتلاقي ميه سخنه طالعه لك من تحت الارض ببلاش. صح. فانا بستغرب قوي الناس ليه بتعمل في نفسها كده يعني بجد. يعني اللي هو لا بجد روح واكسبلور كده الحتت اللي هي يعني نقدر نقول ان اكسبلوريشن هو الموتيف الاساسي يعني. كده طبعا. اوكي يعني انت تصنف نفسك يعني في الحاجات اللي هي بتاعت الترافل اكسبلورر ولا ترافلر ولا كامبر ولا يعني مين انا بصراحه مش كامبر 100%. اوكي. يعني اللي هو مش بقى بسافر خيمتي على ظهري وقاعد اسبوعين بقى انا والخيمه وخلاص. ماشي. لسه ما وصلتش للليفل ده، اتمنى اني اوصل للليفل ده. بس كامبر اللي هو انا بس هي مشكله تايم كونسيومينج يعني. بالظبط. واللي هو يعني لا محتاجه تجهيزات قوي يعني اللي هو ابقى عارف انا هبات فين ومش عارف ايه بتاع. انا برضو عشوائي جدا في السفر اللي هو يعني على الله خالص. فبتخيش مني باين ولا بتخيش مني كتير بتخيش مني كتير موت. وانا ممكن اكسبلورر مش ما وصلتش لليفل كانكون. طب تقول ايه للناس كانكون بتحس ان الحته بتاعت الاكسبلوريشن دي بتفرق معاك نفسيا؟ جدا جدا جدا. بحس ان انا يعني في كل تريب بتطلعها بترجع اتعلمت حاجات جديده، غيرت حاجات جديده جواك. سواء لايف سكيلز او زي دلوقتي بجد ابسط حاجه واحنا بنفرد دلوقتي الخيمه ونقعد نركب ونعمل وبتاع. الحاجات دي بحسها ان هي معرفش ليه بس بتديني ساتسفاكشن كده جوايا. اللي هو يلا نروح في الصحراء، الناس بتعتبرها مرمطه، انا بعتبرها بصراحه بريفليج قوي والله. طب انت يعني انا احسن تعليق اتقال لي في الحته دي قبل كده من حد قال لي ان السفر بالطريقه دي اللي هو اكسبلوريشن وبتاع وتطلع بره الكومفورت زون بتاعتك والكلام ده كله بيخلق جوه البني ادم دايمنشن جديد. مين قال لك؟ مش يعني انت مالك؟ حسيت ان حد انا عارفاه عادي يعني. حاجه غريبه جدا يعني. طب انت يعني مش عايز تشير يعني؟ مش عايز تجيب سيرة الناس؟ ما اجيبش سيرة الناس دلوقتي؟ طيب غريبه قوي. فانا ده اكتر وصف اتقال لي انا حسيته، لان هو انت مش بس سكيلز، انت جواك حاجات كثوتس وكبيليفز ومعتقدات انت كنت متخيل ان هو ده العالم. صح. تبص تلاقيها راحت في حته تانية خالص، ومش شرط في حته وحشه، هي حته تانية بالظبط. يعني انا كنت لسه هقول لك كنا بنتكلم حتى قبل كده في كامب، كنت قاعد معانا انا وانتي وسميه وكام حد كده تاني، ان هو لما الواحد بيسافر السفريات دي انت عندك ستاندرد ثانيه خالص غير اللي انت عايش بيها. انت كوبايه الشاي الصبح دي خلاص انا كده ملكت الدنيا وما فيها. لو لقيت حته انام عليها اللي هو تمام. يعني مثلا انا مكامب 4-5 ايام، في يوم فيهم نمت مفيش طوبه تحت ظهري الحمد لله يا جماعه. فبتحس ان انت طلعت واحد تاني خالص جواك بستاندرد ثانيه خالص عايش بيها، بستاندرد ساتسفاكشن مختلفه، برضا، حتى هايجين ليفل. انت خلاص بتبقى حاجه تانية خالص. والاقوى من ده كمان لما بتختلط بنيتيفز المعتقدات بتاعتها مختلفه بقى عندك خالص. وعايش بسكه تانية خالص، وتلاقي في عندهم كايند اوف ويزدم كده مش موجود خالص في الحياه اللي احنا عايشينها، لدرجه ان انا قابلت ناس كتير سايكه بتقرصني. انا قابلت ناس كتير حقيره كويس. انا قابلت ناس كتير يعني بالنسبه لهم بيقول لي يعني كان بيتكلم معايا في كامب لسه قريب، بيقول لي يعني هو الراجل اللي عايش هنا ده عايش هنا ليه؟ اللي هو عايش في الصحراء عايش هنا ليه يعني؟ واكيد هو فقير. قلت له لا هو مش فقير، هو اغنى منك على فكره.
ايوه بس هو بيعمل ايه يعني بفلوسه وبتاع، فهو كده عايش حياه لو ستاندرد اوف ليفنج. يعني هو بالنسبه له اللي عايش بالظبط. هنا هو ده عايش لو ستاندرد اوف ليفنج. والستاندرد الحلو في ليفنج ان هو يكون عنده التحضر والشقه والسرير ويكون عنده 9 to 5 جوب ويكون متعلم في مدرسه انترناشونال وبتاع. وعلى فكره انت لو بصيت على مستوى العالم هتبص تلاقي ان دول قله اصلا. يعني اللي لو عايشين اللايف ستاندرد بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه ده صح. دول مش هم الماجوريتي، احنا اللي عممناها. دي حقيقة. لكن لما تسافر، لو جيت قلت لحد ما بيسافرش ان مش دول الماجوريتي، والله العظيم لا هيحلف لك على المصحف ان انت مش فاهم حاجه. العالم كله يا ابني كده. انت عايش عبيط. سنه كام؟ انت عبيط بالظبط. يقول لك انت عبيط يا عم، انت بتقول ايه؟ لا التاني كان تريسيكل ده موتوسيكل يعني، ده تبع طلبات برضو. طيب عايز تقول لنا حاجه تاني؟ ايه زي لا إيه؟ ده سؤال. ماشي. عندك حاجه تاني؟ انا عايزه اقول حاجه. قولي. واحده من الحاجات اللي بحسها بصراحه السفر بيفرق معايا فيها جدا، وهو ان انا بحس ان انا spiritually connected اكتر بكتير من لما انا بكون هنا في القاهره. طبعا. يعني انا اكتر مره حسيت فيها في حياتي ان انا قريبه لربنا كنا في مرسى مطروح في كانيون على سانسيت اوت اوف نو وير بتتعيط. ليه معرفش، انا حسيت ان انا I'm أيوة. connected. انا فاكر انت رجعتي قلت لي انت المفروض تيجي معانا. ايوه كنت عشان قاعد ليلى ادتني سنيبت بنعزمك كده. معانا كتير والله. ايوه دي حقيقة. ليلى ادتني ساعتها سنيبت قصيره كده ان انت كنت رايح وعمال تقول اذكار ومش عارفه ايه، فحاسه ان دي كانت حاجه هتفرق لان انا كريم كان طالع معانا. خلاص بقى خلاص. بقصدك يا كريم. كريم كان طالع معانا وكلهم كانوا بيتكلموا وهو عمال بقى ايه قرروا مره واحده يصرخوا انا المفروض مكان استجمام بقول انا spiritually connected ومش عارفه ايه وبتاع، وانا لقيته من الناحيه الثانيه هو كده سبيتشلي كونكتد. كل واحد كل واحد الطقوس بتاعته. كل واحد الكونكشن بتاعه. خلاص اوكي يعني. انت عارف ان انا شفت ده في سيوه؟ الناس اللي هي بتروح تكونكت بقى بالليل مع ولا حاجه وتقعد تصوت وتتنطط وترقص في حاجات كتير قوي دلوقتي. في اجانب بيجوا في سيوه يعملوا وفي الحاجات اللي هي بيجوا كل الطريق ده عشان يصوروا الصمت. السايلنت. الهايك الصامت خالص. سايلنت هايكنج سايلنت مش عارف يروحوا بجد هو ما حدش. انت عارف ان في دي بس مش عايز احرقها يعني، بس في حد يعني في ريتريت قريب هنعمله مع حد يعني من هذا النوع. سايلنت ما طلعنيش بقى عشان انا مش هعرف. اسوأ من سايلنت. ايه بقى؟ بلايند. بلايند بلايند ريتريت. بلايند هايكنج. ليلى انت وقعت من فوق الجبل. بلايند هايكنج. متوا. انا اسف. كذا يوم يعني مغمين يعني. كذا يوم مغمين علينا. بيتعمل بره لا مصر لا لا ده 10 حرام أيام. ده. هو ده مش بجد؟ غلط علينا. انا مش عارف بصراحه. انا حاسه ان انت مش هتعرف تشوف كويس بعدين. طيب ننهي لا ده لا الحلقه على لا كده. بجد والله يعني فهمنا مفيش اكتر. عادي يعني، ما هتفتحي عينك هتفتح يعني مش عادي هتشوف عادي. ايوه انا ما خزقتهالكيش يعني، انت حطيتي قماشه كده بس. ايوه بس انت لو قعدت كتير قوي مش بتشوف نور اكيد الموضوع اكيد it has side effects. يعني ربنا خلقنا نشوف نور. انت مش فاهم حاجه، انا مش عايزه افهم. ربنا خلقها بتشوف نور. ايوه يعني هو ده عادي يا روان عادي. هتشوفي يا روان ان شاء الله. ما انت مش هتطلعي ما تيجوا نشوف. ما تيجوا نشوف صحيح. لا لا في حاجه عايز اقولها بصراحه في الاخر، هي ان لو حد انت وحش قوي اللي انت عملته. لا انا ببص علشان اشوف ليلى هتشتمنا امتى. ايوه لا هو احنا معانا وقت. هو دلوقتي احنا قلنا حالا هنطول. خلاص. ايوه الناس طلبوا مننا ان الحلقه تبقى ساعه. هنقفل دلوقتي. ماشي هي بقى دخلت في ساعة. لا لا أيوة، لا أنا عشان ساعة كده كتير ببص أوي. بس ساعه كتير قوي. هي ليلى هي اللي شاورت لنا. لا خلاص أنا مش بسرعه خلص. دي اخر لو في حاجه بجد عايز اقولها للناس، هو في ناس كتير قوي 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 بتوقف اللي هو انا عايز اسافر وعايز اروح وعايز اجي، بس انا كنت مستني مش عارف مين أيوة يطلع صح. معايا، صح. او مستني يبقى كذا 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 عشان اعملها، او مستني كذا كذا. وصحابي يا لهوي صحاب بجد. دول. جو فور ات. بيخسروا روح اعملها على بيضيعوا طول. حياتهم على فكره. والله. ليلى مش عايز تيجي معايا المغرب. لايف از تو شورت. انا ما قلتش مش عايزه اجي معاكي. ليلى مش عايز تيجي تعمل تتعلم معايا سيرفنج في ما المغرب. ده اللي بقوله لك انت بقى. ايوه خلاص يعني اوكي. روحي بص السيرفنج. انا عايز اقول لك روحي حاجه، اعملي. عايز اقول حاجه بجد في الحته دي. انا اتعلمت ان كل حاجه ليها الجروب بتاعها. يعني ايه؟ يعني جروب الصيد اللي انا بطلع اصطاد، جروب الصيد دول مش صحابي. بس دول هما جروب الصيد. صحابك في الصيد. ليه هم مش صحابي؟ لان انا لو قعدت استنيت صحابي ان هم يطلعوا يصطادوا، هم ما عندهمش نفس الشغف بتاعي ولا الرغبه ولا مش هيطلعوا. ولو طلعوا هيطلعوا مره وخلاص وشكرا على كده. وهكذا في السفر وهكذا في الكامبينج وهكذا في طب كل حاجه في الدنيا. انا عندي سؤال. انت سافرت كتير قوي سولو صح؟
ولا ما سافرتش سولو؟ انا سافرت مرتين بس في حياتي اللي سولو هما بره مصر في جروب، الباقي كله سولو. طب كحد مثلا انا مثلا عايزه ابتدي ان انا عايزه اجرب اخد الاكسبيرينس دي سولو، ايه اللي انت ممكن تنصحه لي عشان ما اتعكش في وات ايفر؟ حته العكه بارت من الاكسبيرينس. اوكي. فلو انت مسافره حاسه ان انت مش عايزه بقى اي حاجه تمشي اوت اوف بلان ومش عارف ايه بتاع، this is part of the experience. ان انا مخطط وعامل ومش عارف ايه بتاع وطالع سولو عشان اترب هنا، فلاقي واحد ساعدني ومش عارف يحصل لي ايه هنا، فبات في حته تانية غير اللي انا كنت بلانت. this is part of the experience. فاللي هو انا عايز ابلان تك تك تك، يبقى دي اللي هو بقى احجز اول انكلوسيف في الفندق. انا هتبقى نصيحتي في في اللقطه دي حاجه واحده بس، اظبطي المايند سيت بتاعتك على ان ده هيحصل. بالظبط، ده الحل الوحيد. بيز اكسبكتيشنز، اللي هو ان انت الاكسبكتيشنز ان انا رايح في حاجات لا وهيحصل عادي اب تو ان انا ممكن ابات في الشارع. عادي جدا عادي جدا. بس ابقى في شارع يعني مش هروح بقى بلد، مش هروح مثلا سلفادور يبيتوني في الشارع يسرقوا اعضائي يعني اشوف البلد اللي انا رايحها يعني. ايوه يعني ندو سم هوم ورك قبل ما نروح. بالظبط، بلد زي اليابان مثلا بجد لو بيت في الشارع مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه هتحصل لك عادي مثلا بجد والله. اختاري البلاد اللي هو يعني لو بايته في الشارع، قصدي اللي هو لو في نيتشر وبت في اوكي مفيش مشكله خالص يعني تمام. بس اللي هو يعني شوفي البلد اللي انت رايحاها، اظبطي الدنيا كده اللي هي تبقى تمام. لا واعرفي قوانين البلد دي مهمه جدا بس مهمة والدنيا جداً. خلاص جميله، بس اتس بارت اوف ذا اكسبيرينس واتس بارت اوف الجروينج اللي بيحصل جوه التريب، ان انت تبقى الموضوع مش ماشي از بلان. ويا جماعه في حاجه انا عايزه اشاركها عادي، حوار ان الناس بتقول ان السفر كتير ومش عارفه ايه ده waste of money. لا هو انت هتصرفهم على العلاج النفسي، على العلاج هو في ايه على العلاج النفسي. حصل، بس فانت كده بتنفست في نفسك. صحيح. حصل. كل الحاجات واللي انت قادر تعمله دلوقتي مش هتعرف تعمله بعدين. لا وبعدين بجد اتس نوت اباوت ماني. انت ممكن يعني السفر ده انكلودنج ان انت تاخد بعضك وتروح راس البر، يعني مش ايوه الموضوع مش لازم يبقى اليابان وهيروشيما ومش يا باشا روح اي يعني اطلع بره دايرتك بس كده. يا جماعه شوفوا الديستنيشنز بتاعت بوصله مثلا والله كلها ايه في متناول اليد. انزل لي قبل بالتتر ومتناول الكيلومترات ومتناول كل حاجه، وبنشوف حتت ما شفناهاش قبل بيعمل لنا كده. ماركتنج جامد قوي خدوا ده عامه والله. يا جماعه بجد والله اقوى ديستنيشنز رحتها في مصر بجد بجد والله، مش بجامل، مش بعمل اي حاجه، بس الراجل ده موديني احسن ديستنيشنز في مصر حبي من وانا لسه قد كده اهو. وانت كنت معانا في ايثيوبيا؟ اهو زمان قوي، بس غالبا احنا ما كناش مع بعض في ايثيوبيا. لا انت اكبر منها بكتير، في فرق سن. عندك كام سنه دلوقتي؟ ايه ده مش قدام الكاميرا كده. طب يا جماعه خضير بنجيب له عروسه دلوقتي لو في اي حد عايز يقدم. خش على الانستجرام بتاعه بس استني مفاجاه مش هنقول ماشي. خش على الانستجرام بتاعه عشان نشوف الناس تقدم ابلكيشنز. بروفايل سي في يا جماعه، السي في بتاعي. شكرا يا خضير، واحنا مبسوطين ان احنا بدانا سيزون 2 بيك، انت اول واحد يا نهار ابيض، وما كانتش هتيجي احلى من كده. احنا قررنا نبتدي السيزون لقيناك في مصر. يا سلام، يعني مفيش احلى من كده يعني. انا اللي محظوظ والله يا سمير. حبيبي يا خضير. شكرا يا جماعه، احنا طولنا الحلقه اهو. قولوا لنا ايه رايكم في الحلقه، قولوا لنا ايه رايكم في السيت اب الجديد، علشان تقريبا ليلى مش هتيجي هنا تاني. شكرا. ونقول ايه تاني؟ خلاص هنقول 1 2 3 كلنا نعمل كات. يلا والله 1 2 3 كات. اقطعي دي بقى زي ما هتقطعي. خلاص كاتين سيزون 2. يلا خلاص كفايه علينا كده. شكرا. كليها حبيبي يا خضير والله انا مبسوط فشخ والله. تعالي بقى عشان انا بقى احنا هنتقابل بالليل يا بيرتو. يلا يا باشا. يا شباب انا النهارده مطرود. هجمعهم. ايه ده بجد والله؟ مش احنا قفلنا ولا حنة مريم النهارده بتسجل. انا هقفل ده عادي. ده ايه ده الصدفه دي؟ استنى بس، دي هتتجوز واحد قريب واحده صاحبتي اعرفها. مصطفى مصطفى انا ما اعرفش مصطفى، بس هو